بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا قناة نكهتي أنا وابنتي. طبق اليوم صدور الدجاج بالفطر والكريمة الطازجة وبنين بزاف وجربوه يعجبكم بزاف وهذه حاجة باينة. بسم الله. نحكم صدور الدجاج، نقطعهم شرائح، نوجد التوابل، الملح، الفلفل الكحل، الفلفل الاحمر الحار والثوم بودره وفلفل الاحمر حلو مدخن، نحركهم مع بعضاهم كما راكم تشوفوا، ونتبل بيهم صدور الدجاج. الشرائح تاع الدجاج نتبلهم من الجهتين، من نقلبوهم على الجهه الاخرى، نزيدو نتبلوهم. بعد ما تبلناه نوجد المكونات. عندنا شرائح الفطر طازج، عندنا الجبن مبشور، عندنا بصله، الزيت، الثوم مقطع، والزعتر البري وشوي معدنوس، ونصف مكعب مرق الدجاج، وكاس كريمه طازجه. نحط في مقله على نار، المقله تكون سخونه على نار، نحط الزيت، نقلي شرائح الدجاج على الجهتين حتى ياخذوا اللون الذهبي. هكا هذا اللون، نزيدوا عليه شويه بهذا اللون، نحطوهم على جهه ونواصل كميه الدجاج حتى نكمل. هنا ضفت الكميه الثانيه، نكملوا نقليهم. وفي نفس الزيت في نفس المقلاة نحطوا مربع تاع زبده كي يذوب، نحطوا عليه الثوم مقطع، 2 سنات ثوم مقطع عشوائي، نحركوه شوي نخليه يتقلى هكا. نحطوا عليه بصله صغيره مقطعه مربعات صغار، نحركوه مع بعضهم نخليهم يتقلاو، نحركوه مع بعضهم، نضيفوا الفطر الطازج مقطع شرائح، نزيد نقليوه مع البصله والثوم كما راكم تشاهدوا. نضيف مغرفه فرينه نخليوها تتحمس شويه باش تنحى منها البنه تاع الفرينه. هكا نضيفوا كاس غير ربع ماء، نحركوا مع بعضاهم، نضيفوا كاس كريمه طازجه، نكملوا نحركوا كيما راكم تشاهدوا. نضيف كاس تاع ماء، هذا وماء مش حليب ولا كريمه، الكاس اللي كان فيه الكريمه شللته بالماء. نضيفوا الزعتر البري، الجبن المبشور، نحركوا، لازم نحركوا. نضيفوا نصف مكعب مرق الدجاج مفتت، والتوابل اللي قعدوا من اللي تبلنا بهم سكالوب قبيله هذو زدتهم هنايا، نخليهم يغليو يتكتكوا، نحطوا عليهم صدور الدجاج اللي كنا طيبناهم هما الاولين، نحطوهم في لاصوص هكا، نواصلوا حتى نكملوا كميه الدجاج، ونضيف عليهم العصاره اللي خرجت من الصدور. بعد ما طابت طفي عليها ونرشها برشه معدنوس. وهنا بعد ما طاب نقدمه مع الرز بهذا الشكل.
هكا نحطوا الدجاج هكا. ونديروا الصلصة تاعو فوق الرز ولا الدجاج. وشهية طيبة للجميع وبصحتكم ومع السلامة.